لنحضر وصفة الرز مع الفطر باللحمة. نحن بحاجة ل 400 جرام فطر فريش، 250 جرام لحمة بقر، زيت، بهار، وحبة بصل. خلونا نبلش. هاي، كيفكن؟ هيدا أول فيديو إلي على يوتيوب. رح أقدم لكم بقناتي كل الفيديوهات المتعلقة بالطبخ والأكل والمونة وترتيب وتزيين الصحن للتقديم. بتمنى تعجبكم القناة وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس لحتى كل فيديو جديد يوصلكم. أول شي رح نبدأ بتقطيع البصل. البصل رح نقطعه لجوانح، ما تكون كتير عريضة ولا كتير رفيعة. تاني شي رح نبلش بتقطيع حبات الفطر. انا الفطر غسلته ومنظفته، وانا بعتمد الغسيل دايما لانه ما بوثق اني اكل الفطر بدون غسيل. لتقطيع حبة الفطر اول شي انا بعتمد هالطريقة، بقلبها هاي وبمسكها بهالطريقة وبلش اقطع شرايح. هاي التاني، وهيك لنخلص كل الكمية بنعمله شرايح بهالطريقة. بعد ما انتهينا من تقطيع الفطر والبصل وتجهيز المكونات رح نبدأ بتطبيق الطبخة. بنحتاج للطبخة بهارات هن بودرة ثوم، فلفل أسود، وملعقة ملح، ملعقة صغيرة. وبنحتاج فنجان زيت زيتون، إذا بتحبوا تبدلوه بسمنة أو زيت عادي كمان بيصير. هلأ رح نبدأ بتطبيق المكونات. أول شي الطنجرة بتكون على نار خفيفة مش كتير قوية لحتى ما يحترق الزيت معنا. منضيف بالبداية زيت الزيتون. قبل ما يحمى زيت الزيتون كتير منضيف حبة البصل. منحركهم سوا وبننطر لحتى حبة البصل شوي تحمر. لما البصل توصل لهالمرحلة منضيف اللحمة. نحركها شوي. منضيف بس البهارات، نترك الملح لبعد ما تستوي اللحمة. وهلا بس وصلت اللحمة لهالمرحلة من الاستواء ما بنحرقها كتير، رح نحط الملح والفطر. وهلا رح ننزل كمية الفطر اللي عنا كلها، بس قبل رح ننزل رشة الملح. تحريكي. وهلا رح ننزل حبات الفطر. بعد كم دقيقة بنشوف انه حبات الفطر بلشوا يطلعوا مي بقلب الطنجرة. بننتبه منيح ومنضل نحرك والطنجرة مفتوحة لتنشف المي. اذا بتحبوا الصوص مع الاكل فيكن تعملوا هالصوص البسيط والسريع، المكون من معلقة طحين كبيرة، معلقة سمنة كبيرة، مكعبين مرق الدجاج، 350 ميلي من المي. اذا بتحبوا فيكن تستبدلوا مرق الدجاج بمرق الدجاج المسلوق بالبيت عادي، وكمان فيكن تستبدلوا المي بالحليب اذا بتحبوها تكون كتير دسمة. هلا بطنجرة صغيرة على النار رح نبدأ اول شي بتنزيل السمنة.
بعد ما تذوب السمنة منيح مننزل الطحين ومنحمص الطحين منيح لحتى ياخد لون اشقر. انا مستعمله طحين اسمر، انتو فيكم تستعملوا اي نوع طحين بتحبوا. هلا بعد ما تحمص الطحين منحط حبات المكعبات الدجاج، منحرك شوي ليتفتتوا. هلا بنبلش بنضيف مي بالتدريج. ومنحرك تحريك مستمر. نترك المي لتغلي. لما توصل الصوص لهالمرحلة من الغليان ولهالكثافة منطفيها ومنتركها لأنه بس تبرد رح تكون أسمك. وهلأ رح نقوم بسكب طبقنا بصحن التقديم وتزيينه. رح نقدمه مع الرز الأبيض. بنسكب الرز الأبيض بأي كاسة انتو بتحبوا شكله. أنا رح اسكبه بهاي الكاسة. بنعبي بقلبها وبنضغط. هيك لحتى نملى الكاسة على الآخر. نشيل كل شي زايد عن أطراف الكاسة لحتى تكون مرتبة. الرز اللي عم بستعمله رز بسمتي. بهالشكل. بنحطه بصحن التقديم بطريقة مرتبة. نتركه شوي لنكفي سكب باقي الاشياء. هلا رح نسكب الصوص بهاي. رح نسكب الطبخة الرئيسية اللي هي فطر بلحمة على جنب الصحن الثاني. هيدا هو الطبق بعد التقديم والتزيين. وصفة سهلة وسريعة وفخمة وبنفس الوقت كتير كتير طيبة. بتمنى تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. وما تنسوا لايك وفولو سبسكرايب لحتى تنزلكم كل الوصفات الجديدة اللي رح نزلها. باي باي.